طب ازاي يا محمود اعرف اذا كان لسه مهتم بيا، لسه عنده شغف ليا؟ هو بيبان من طريقتين ملهمش تالت. اول طريقة، بتبعتي له الرسالة بيسنطر يرد في ساعتها، اعرف ان انت لسه ايه، الدنيا معاكي حلوة. يسيبك 3 4 ساعات بقى، اعرف ان انت ايه، مروحة. ما تجيش تقولي لنفسك بقى اصل ايه، ده تلاقيه بيتقل عليا. لا، مفيش راجل تقيل، هو نوت انترستد زي ما اسمها ايدي قالت. حلو. الحاجة التانية، تعرفي منين هو هيجي مثلا يقابلك بكرة، او عارف ان هو هيشوفك بكره في اي حته بقى ايا كانت. حلو. بص عليه كده، لقيتيه جاي من عند الحلاق، اعرف ان انت لسه ايه، الدنيا معاكي حلوه. جايلك باي حاجه كده ومش مسرح وبتاع، اعرف ان ايه، مش انت مروحه. الحاجه بقى ايه، لو هو انت مثلا بتكلميه في التليفون، لقيتي مثلا بيقول لك يا اصل انا كنت عند الحلاق رايح مشوار بكره، امشي وراه. روح يشوف المشوار ده، اصل هو هيكون راح يقابل المدير بتاعه يعني، ورايح له عبد الحلاق؟ ما بالعقل برضه. حلو. زي برضه يجي برضه حاجه كده دايما البنات بتصدقها، اللي هي فكره ايه، انا ما يهمنيش الشكل، انا اهم حاجه عندي الجوهر اللي جوه. احنا كل الرجاله بنحب صافي ناس ولا صافي نار. حلو. عمرك شفت حد بيحبها عشان جوهرها؟ يعني شغلي دماغك بقى.